كما المرة الماضية، آسفة للتعبير، لا يوجد غيره من شبيحة النظام في الماضية الذين كانوا أشد وطأة وأشد شراسة من النظام ذاته. اليوم مر بسلام، تأجلت الجلسة لأسباب إجرائية. أعتقد أنه لم يتسنى لكل الشباب والشابات المعتقلين والمعتقلات المثول أمام المحكمة. نعم، هل للإعلاميين بدخول المحكمة والحضور في الجلسة؟ لا قبل الإعلان عن تأجيلها طبعا. لا يسمح للإعلاميين، ولكن كان التعاطي داخل المحكمة تعاطي مدني. نعم، لماذا ولكن تعرضت أنا بشكل شخصي في الشارع لإهانات من قبل بعض السوريات، وهذا أمر تعودنا عليه الحقيقة. ما أريد أن أقوله أني لن أنسى أبدا رائد في الأمن الجنائي وقتل وأهان شبابنا السلميين اللا سلفيين اللا إرهابيين اللا مسلحين، وأقول له اسمه أمين هواش، الرائد أمين هواش: سنحاكمك يا أيها السوري، ولن نترك والإساءات التي تعرضنا إليها في السجن. نعم، طيب الآن أنتم تمثلون أمام المحكمة، هل لمستم أي تضامن من باقي الجسم الفني ومن المثقفين أيضا في سوريا معكم؟ أجل، أريد أن أنقل أن الشعب السوري متضامن وعلنيا حتى في ردوهات القصر العدلي. رأيت في أعينهم حتى وعلى ألسنتهم اليوم، بالإضافة للشراسة ثقافة التخوين التي نتعرض لها، والتي اضطررت بعدها أن أغير رقم هاتفي وسأضطر أن أغير في المستقبل. مع ذلك يوجد الشرفاء من داخل النظام وداخل المحكمة وداخل من يتعاضدون مع مشروعية طلباتنا ومشروعية ظهورنا ونزولنا إلى الشارع. هذا الأمر يخفف من سألتك أستاذة مي ثقافة التخوين التي نعم، سألتك، طرحت عليك هذا السؤال حينما أسمعك وأنت تعبرين عن هذا الموقف. لابد وأن الكثيرين يستحضرون تلك الصورة في بداية الأزمة أو في الأسابيع الأولى للقاء الرئيس الأسد مع مجموعة من الفنانين السوريين والوجوه المعروفة في عالم الفن. هل تشعرون بأنكم فعلا تلقيتم الدعم حتى من بين هؤلاء الذين دعما كاملا وتعاطفا كاملا مع النظام؟ المجتمع السوري منقسم بين موالاة وبين معارضة، والذين يوالون بطريقتهم، أنا أعتقد أنها طريقة أمنية، يتصدون للمعارضة بمنطق شرس، ويعني أحيانا يكون أمني، خلاف الانقسام قائم بين المجتمع. ماذا كان موقف نقابة الفنانين سيدة مي سكاف؟ نقابة الفنانين كانت، أنا سمعت نقابة الفنانين اتصلت بعائلتي وأبدت رغبتها بالدفاع عني، مشكورة طبعا، وهذا فعل أشكر نقابة الفنانين عليه. هناك كثير من الشخصيات والدعاة حقوق الإنسان والمنظمات المجتمعية التي فعلا توافدت إلى بدون أي توكيل للدفاع عنا. المجتمع السوري مجتمع دائما يتعايش بلا طائفية، وأي حديث عن الطائفية أو عن الانشقاق داخل المجتمع السوري حديث، أنا أعتقد أنه خطاب من داخل النظام المنشق بذاته. هذا رأيي طبعا. شكرا لك سيدة مي سكاف، الفنانة السورية من دمشق.